بُص عامةً أنت في الcareer path بتاعك هتلاقيك بتعمل شيفتين، أول shift إن أنت بتتحول من موظف لfreelance دي بتبقى محتاجة إيه؟ بتبقى محتاجة إن أنت تكون stable جدًا وتكون بتعرف إزاي تدخّل accounts لنفسك بحجم لا يقل عن 70 ل80% من دخلك كمرتبك وأنت موظف، بعد كده بتتحول من الshift التاني من freelance لصاحب شركة. المصيبة هنا بقى الShift بتاع الfreelance لصاحب شركة ديًّا، أنا فضلت في الagency أول سنتين أنا عمّال باخسر وعمّال هاتجنن وأشوف المشكلة فين، الموضوع طلع إن أنا مش عشان موظف شاطر ولا عشان freelancer شاطر، هو يعني إن أنا هاعرف أفتح شركة وأنجح من أول يوم، بل بالعكس، لقيت إن الموضوع إن أنا باكسب كتير وبادخّل فلوس كتير جدًا وعمّال باخسر فلوس أكتر منهم، وفي الآخر ما بالاقيش في إيدي ربح. اكتشفت دوًّا بسبب إيه؟ اكتشفت دوًّا بسبب إن أنا ما عنديش إدارات محيطة حواليّا، الإدارات دي بتكمّل شغلي، فإدارات مهمة جدًا، جدًا، جدًا لمّا تتحوّل لشركة، ما أنت عشان تتحوّل لشركة لازم أن تكون فاهم الإدارات اللي حواليك، عشان تعرف تطلب منهم التاسكات بتاعتهم، وتقدر تستلم منهم الreports اللي بتدعم نظرتك أو توجُّهك أو توجُّه الagency بتاعتك أو توجُّه الشركة بتاعتك عامةً، تبقوا كلّكم ماشيين في نفس